سكيكدا. متداول. مواطنون من قرية الإحوار ببلدية بين الويدان يكتشفون جريمة قتل مروعة لجثة شخص مذبوحا داخل الصندوق الخلفي للسيارة السياحية من نوع دوستر. تمكن ليلة أمس مجموعة من المواطنين من قرية الإحوار التي تبعد بحوالي 3 كيلومتر عن بلدية بين الويدان من توقيف شخص كان بصدد محاولة دفن ضحية من جنس ذكر مذبوح داخل الصندوق الخلفي لسيارة سياحية سوداء من نوع داسيا دوستر. واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن الضحية والجاني ينحدر من قرية البابر ببلدية اللوجة ببلوط التابعة لدائرة عين القشرة، حين أقدم الجاني على ذبح الضحية وأخفاه داخل الصندوق الخلفي لسيارته وتنقل به وعلى بعد حوالي 3 كيلومتر بجانب الطريق الوطني رقم 43. حاول إدخال المركبة إلى مكان غابي بمنطقة الإحوارك ببين الويدان للتخلص من الجثة بدفنها، غير أن صاحب اسطبل لتربية المواشي كشف خطته الوحشية واتصل بجيرانه وحاصروا الجاني. على الفور تدخلت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ووقفت الجاني وتحويل جثة الضحية إلى مستشفى تيمالوس. الجهات الأمنية والقضائية فتحت تحقيقا في أسباب هذه الجريمة الشنعاء التي تأتي ساعات فقط على جريمة العثور على المحامي ورئيس بلدية السبت سابقا مقتولا رميا بالرصاص بقرية التوميات بالحروش.